بالاخر لو مرات الفريق سامي عنان مشيت وسابت منصبها هنا في المصلحه، انتوا تستريحوا؟ هنستريح لو البطانه الفاسده كمان مشيت، ده الاهم. لان البطانه دي اللي هتفضلنا يعني. تمام. يعني انتوا بتطالبوا برحيل مرات الفريق سامي عنان؟ مش عايزين نشخصن الموضوع، احنا عايزين نطبق عداله، عايزين نمشي كل القيادات فوق ال60 ايا كانت مين بقى، يعني مش هتفرق معانا مين هي. بس هي بالنسبه للاستاذه منيره تحديدا، الناس البطانه الفاسده بتتحامى في الاستاذه منيره القاضي، بتتحامى فيها بصفتها زوجة الفريق سامي عنان. فكل القرارات اللي بيقدروا يتخذوها بمنتهى القوة، يعني لما يطلع قرار زي كده حتى لو هي دون علم بيه، يعني هي ما تعرفوش ماشي، فهو بيعمله كأنه هو الحاكم، يعني بيتحامى فيها بس. تمام. فكرنا حضرتك بتشتغل ايه في مصلحة الضرايب؟ مأمور ضرايب. حضرتك مأمور ضرايب. تمام. شرفت بحضرتك يا فندم. شكرا. ألف شكر. رجالة الشركات اللي هم